يبدأ الفيلم بكريستوفر وايد، وهو نجم غناء وسيم ومشهور يبلغ من العمر 17 عاما. كانت تحضر حشود من الناس حفلاته ويطارده المصورين أينما ذهب. استحوذ على قلب كل فتاة في المدينة ما عدا جيسيكا أولسن، التي كانت على عكس شقيقتها الكبرى سارة لا تهتم به، بل تفضل قراءة كتاب على أن تعجب بصبي على التلفاز. كانت الفتيات تزور منزل جدتهم في لوس أنجلوس في الصيف، ولدى سارة خطة لمقابلة كريستوفر. في ذلك الوقت وصل كريستوفر إلى ناد والتقى بصديقه ستابي، ومن ثم قابل صديقته أليكسيس والتي كانت نجمة مشهورة مثله، لكنها على عكسه تحب التصوير ولفت الأنظار. تذكره بعيد ميلادها في اليوم التالي والذي نسيه تماما. يحتشد المصورين فينزعج منهم. في اليوم التالي في المدرسة سخرت سارة وصديقتها من جيسيكا لقدومها لمدرسة الرقص، لأنها ليست من معجب كريستوفر ولا يمكنها الانضمام. اتضح أن سارة تخطط للقائه في لوس أنجلوس، ورسمت كل تحركاته في سجل قصصات على مدار 18 شهرا الماضية. كان والدا كريستوفر مدراء له وكان منزعجين من تأخره عن اجتماع مهم، لكنه يصل في الوقت المناسب. يجلس الثلاثة مع منتج أفلام كبير يدعى آلان، والذي يثني على أنه موهوب وسيدخله للتمثيل في فيلمه التالي، فيطلب منه أن يبتعد عن الكاميرات حتى يوم الاثنين. في المساء تصل جيسيكا وسارة إلى منزل جدتهما. اكتشفت سارة أن كريستوفر سيكون في عيد ميلاد أليكسيس. تفكر في طريقة للخروج وتقنع جيسيكا بالخروج معها لتتمكن من إقناع والديها. تعارض في البداية لكنها توافق. يصلان إلى النادي بينما يتسلل كريستوفر سرا إلى النادي، حيث لا يفترض عليه الظهور، وحتى يفي بوعده لأليكسيس يأتي لعيد ميلادها ويساعده صديقه في الدخول. كانت سارة على مقربة من كريستوفر بينما سئمت جيسيكا من الانتظار في السيارة وقررت الدخول. بمجرد وصولها إلى الباب يفتح كريستوفر الباب ويضربها على رأسها. يعتذر منها لكنها تحاول الصراخ، فيطلب منها التزام الصمت حتى لا يكتشفه المصورين، ثم يصر على أن تركب معه في السيارة بينما ينتظره ستابي. يأخذها إلى المستشفى، وبينما يفحصها الطبيب يتلقى كريستوفر مكالمة من والدته تطلب منه القدوم إلى المنزل من أجل حفلة أعدت لآلان. يخبره الطبيب أن المصورين في الخارج، فيقوم بتبادل سيارته باهظة الثمن مع سيارة الطبيب. يأخذ جيسيكا والتي كانت غاضبة إلى منزله ويحاول إخفاءها من الكاميرات حتى لا يتسبب في فضيحة. يقوم بأداء أغنية لبنات آلان بينما تراقبه جيسيكا من الشرفة وتعجب به. بعد نهاية الحفلة يجدها تنتظره في المرآة، فيطلب منها اختيار سيارة ليوصلها بها إلى المنزل. يغادران دون أن يعلمان أنهما ملاحقين. عندما يبدأ بالغناء تخبره أنها تحب موسيقاه لكنها ليست من أشد المعجبين به، فينزعج. تنزل إلى منزل جدتها، وعندما يلاحظ سيارة المصورين تتبعه لم يكن أمامه خيار سوى الاختباء، فطرق باب منزلها للمساعدة. ترفض مساعدته فيعرض عليها 5000 دولار، فتوافق وتساعده في دفع سيارته إلى المرآب. يجد قبعة جدتها فتطلب منه أن يحتفظ بها، فيشكرها لكنها تطلب منه التوقف عن النظر إليها بابتسامته الساخرة وعيونه البريئة. في صباح اليوم التالي طلب من سارة إحضار شيء من المرآب، فتذكرت جيسيكا أن كريستوفر هنالك، لذلك لحقت بها. كانت سارة منزعجة منها لأنها تركتها وحيدة في النادي ولم تستطع رؤية كريستوفر. تحاول منعها من فتح باب المرآب، لكنها ترتاح عندما لا ترى سيارته هناك. على التلفاز كان يذاع خبر عن كريستوفر، وتحاول جيسيكا منع سارة من مشاهدته، لكن يظهر خبر أن كريستوفر كان في حفل صديقته، ويذاع خبر آخر عن وجوده مع فتاة غامضة في منزله. فتطفئ جيسيكا التلفاز واصفة الأخبار بأن افتراء. ولإيقاف الشجار تقترح الجدة إعطاءهم مفاتيح سيارتها للذهاب إلى الشاطئ. تقترح سارة الذهاب إلى ماليبو على أمل رؤية كريستوفر هناك يمارس رياضة ركوب الأمواج. تتمكن جيسيكا من العثور عليه متخفيا، ويخبرها أنه لم يستطع العودة إلى المنزل بسبب حشد المصورين الواقفين خارج منزله، فيقترح عليها أن تساعده وتعطيه سيارتها ليتخفى بها. تحاول سرقة المفتاح من سارة، وتضع مفاتيح سيارة كريستوفر عوضا عنها، وتذهب لتعطيه إياه. فتمر سيارة للمصورين فيتخفيان ويغادران المكان. بالعودة إلى الطريق بدأت كل من جيسيكا وكريستوفر الحديث، ويبدو أنها أخيرا أحبت صحبته،
فاقترح أن يكون مرشدها السياحي في المدينة. يقضيان وقتا رائعا، ولكن هذا لا يدوم طويلا. يكتشف أن بعض السيارات تلحق بهم، فيسرع للهرب بينما ترشده مستخدمة خريطة. يتمكنان من الهرب منهم، لكن يجدان نفسيهما تائهين. يلقي اللوم عليها بسبب إرشاداتها الخاطئة، فتدافع عن نفسها. ينتهي الأمر بهما في جدال، وفجأة يكتشف أن السيارة عطلت ولا تسير على الرغم من الضغط على دواسة الوقود، وتبدأ بالغرق بالرمال المتحركة. تغضب بشدة منه لما فعله بسيارة جدتها، ودخل الاثنان في جدال آخر ويسقطان في المياه الموحلة. في تلك الأثناء يحاول والد كريستوفر الوصول إليه، لكن الشبكة كانت سيئة. تقود المفاتيح الموجودة في حقيبة سارة مباشرة إلى سيارة كريستوفر، فتعتقد أنها تتعرض لمقلب على التلفاز. أثناء عودتهم كانت جيسيكا غاضبة، وعندما يحاول تهدئتها تتجاهله بوقاحة. كل ما تريده هو العودة إلى المنزل، على عكسه فقد كان سعيدا بتلك المغامرة، حيث كان في مكان لا داعي ليقلق به من الحشود والمعجبين والكاميرات، ولن يدعها تفسد الأمر عليه. ترفض تتبعه، فيتجادلان مرة أخرى، وتخبره أنها لن تكون صديقته. هذا يربك كريستوفر لأنه لم يقابل أبدا شخصا لم يحبه، حيث يعتبر نفسه محبوبا للغاية. تقول أن الناس يحبونه فقط لأنه نجم مشهور، وليس لأنهم يعرفون حقيقته. يحاول أن يقنعها بأن تستمع إليه، ويسقط فجأة في بحيرة فتشعر بالخوف. يسحبها إلى الماء ويتمازحان وينسيان جدالاتهما السابقة. بعد مرور بعض الوقت جفف نفسيهما تحت الشمس. يتمنى كريستوفر أن يتمكن من البقاء هنا، حيث لا يمكن لأحد العثور عليه. الجميع يريد مصلحة منه، حتى والديه اللذين لا يتوقف عن الحديث عن صفقة الفيلم. يخبرها أنه لا يريد أن يخيب آمال الجمهور، فتقدر جيسيكا ذلك، وتشعر أن حياته مختلفة تماما عن حياتها اليومية العادية. يعرب عن استمتاعه بالتواجد معها في المكان دون أن تتدخل في شهرته. يتحدثان كثيرا، ولا يمكنها إلا أن تشعر تجاهه بشيء، خاصة عندما تنظر إليه وينظر إليها بعينيه البريئتين. في هذه الأثناء تصل سارة إلى منزل كريستوفر بحثا عنه، حيث تلتقي بصديقه ستوبي. يعود كريستوفر وجيسيكا أخيرا إلى الشاطئ، وعندما يحين وقت الانفصال يشعر بقليل من العاطفة. لقد أمضى وقتا رائعا معها، ويشعر أنها مختلفة عن الفتيات الأخريات بطريقة مفاجئة. يميل حتى يقبلها، لكنه يلاحظ بعض راكب الأمواج فيحاول الاختباء حتى لا يتعرفون إليه. يخبرها أنه لا يمكنها إخبار أي شخص عن مغامرتهما القصيرة، حتى والديها، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ويفقد صفقة الفيلم. لا تفهم سبب ذلك. عندها يقول أنه نجم مشهور وأنها فتاة عادية، فتؤذيها كلماته. لا تصدق السرعة التي تغيرت بها مشاعره نحوها. لو كانت أليكسيس مكانها لما خاف من التقاط الصور لهما. وعندما تغادر يطلب منها أن تترك الكاميرا التي أخذوا من خلالها جميع صورهم. تنزعج أكثر منه وتلقيها أمامه، لكنها تتذكر أنها لا تملك المال للعودة إلى المنزل. طلبت منه أجرة سيارة، فأعطاها أكثر مما هو مطلوب كتعويض عن السماح له بالبقاء في مرآبها. يحاول جعلها تفهم مدى صعوبة المصورين وكيف يستغلون أي شيء لتدمير حياته، لكن بالنسبة لها فإنه قد دمر كل شيء. تندفع للاتصال بأسرتها، ولا يأخذ الموضوع وقتا طويلا حتى يحاط كريستوفر بالمعجبين. تجفف دموعها وتخرج من كشك الهاتف، ولم تدرك أنها قد تم رصدها من قبل أحد المصورين. تستمر الحياة، ويعود كريستوفر إلى الغناء. وبعد جلسة التسجيل يشاهد صور جيسيكا. كان ستابي على دراية بمغامراته معها وبمشاعره تجاهها. لا يستطيع التوقف عن التفكير بها، ويخبر صديقه عنها. تسمع أليكسيس محادثتهما وتواجهه وتقول أن هناك ممثلا أكثر شهرة موجودا وانفصلت عنه. يشعر كريستوفر بالارتياح لأنه أصبح حرا. تنتهي إجازة سارة وجيسيكا، وحان وقت العودة إلى ميشيغان. تنقل لها جدتها بعض الكلمات الحكيمة، وتقول أن الحياة ستكون أسهل بكثير على الرغم من التعقيدات. تشعر بالراحة وتغادر غير مدركة أن مصورا يتتبع كل تحركاتها. تصل الصور إلى ألان الذي يوبخ كريستوفر، لأن هناك شائعات سيئة عن كريستوفر وجيسيكا، مما يسيء لعمله القادم. يقول أنه سيفصله عن العمل، فيطلب والديه فرصة أخرى، فيعطيه ألان فرصة إلى أن يثبت أن لا علاقة تجمعه بجيسيكا، وأنها مجرد معجبة تتبعه. لا يشعر كريستوفر بالرضا بالكذب، لكن عندما يحاول ألان تخييره بين جيسيكا والفيلم فإنه يختار الفيلم. في المقابلة يقول كريستوفر ما قيل له،
ويقنع بسهولة معجبيه ووسائل الإعلام على أن جيسيكا مجرد معجب مهووس. هذا المقطع يجعل حياة جيسيكا لا تطاق، حيث تلحق بها حشود الصحفيين والمصورين ترفض مشاركة حقيقة الأمر مع والديها. وما يحطم قلبها أكثر هو مقطع مقابلة كريستوفر، لذلك تقرر التحدث وعدم السماح للمصورين بإنهاء حياتها. خرجت من منزلها وجاء إليها حشد من المراسلين تخبرهم أنهم وراء اضطرار شخص مثل كريستوفر للتخلي عن حريته وخصوصيته وصدقه. عندما سئلت عما إذا كانت تعرفه فنفت ذلك. بعد مشاهدة مقابلتها يشعر ستوبي بخيبة أمل من صديقه لدرجة أنه بالكاد يستطيع أن يتعرف عليه. يقول أنه لا يمكنه فعل سوى هذا الشيء، فيجيبه ستوبي بأنه دائما ما يدافع عن نفسه بتلك الكلمات. فيتأثر كريستوفر بكلام صديقه، يبدأ بالتغيير ويعتذر بلطف عن صفقة الفيلم مع آلان، ويقول لوالديه أنه سيركز على الغناء. عندما تسخر صديقة سارة من جيسيكا تعرض عليها شقيقتها أن تذهب معها للحفل الراقص. يفاجئ كريستوفر الجميع هناك ويهدي أغنية لجيسيكا، لكنها تظل غاضبة منه. يصل بعض المصورين ويعترف كريستوفر أمام الكاميرا أنه كذب من قبل وأنه يعرف جيسيكا، فتشعر بسعادة. تصل سارة ويغمى عليها من الصدمة. يرقصان رقصة عادية بعيدا عن المصورين والكاميرات. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ولا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في قسم التعليقات.